شاكر هيطلع غالبا خلال الفترة اللي جاية بكفالة. الميديا كلها شاكر شاكر شاكر. هو ايه اللي حصل مع شاكر وايه اللي هيحصل معاه من اجراءات محاكمة واجراءات تحقيق؟ هل هو ممكن يطلع ولا لا؟ اولا تم القبض على شاكر يوم السبت 2/8 في كافيه هو ومدير اعماله سعداني. هتسألني سعداني اتقبض عليه ليه؟ والله ما اعرف. ولكن بالنسبة لشاكر هو تم القبض عليه بعد العديد من البلاغات انه بينشر محتوى يسيء الى الاسره المصريه. لقيوا معاه ايه بقى؟ لقيوا معاه سلاح ناري غير مرخص ومخدر الايس بقصد التعاطي، يعني الكميه صغيره مش كبيره. الكل بيقول ان شاكر اقر بحيازته للسلاح الناري الغير مرخص واقر بحيازته للمخدرات. الاعتراف ده تم في محضر الشرطه، ومحضر الشرطه ده لا يعد اعتراف. الاعتراف بيكون قدام النيابة العامة. ايه اللي تم مع شاكر في اجراءات التحقيق؟ شاكر انكر كل التهم الموجهة ليه واخذ 4 ايام على ذمة التحقيق مع عرضه لمصلحة الطب الشرعي لعمل تحليل المخدرات. كل ده ينطبق على سعداني. سعداني ايه دخله؟ معرفش برضه. تقريبا من جدعانة سعداني قال ما يسيبش شاكر لوحده. طبعا نيجي للفرضيه اللي الناس بتتكلم فيها، لو شاكر طلع ما بيتعاطاش مخدرات وكون ان هو اللي معروف عنه ان هو رياضي وما بيدخن فمش معقول يتعاطى مخدرات. لو التحليل فعلا اثبت ان شاكر ما بيتعاطاش المخدرات فغالبا ممكن يخرج بكفاله. طب بالنسبه للسلاح الناري اللي كتير برضه بيقول ان شاكر يقدر يطلع رخصه سلاح ناري، مش معقول يعني ان هو يبقى ماشي بسلاح ناري غير مرخص وكون ان هو معاه فلوس يصرف على رخصة السلاح مش صعب عليه. لو هنتكلم عن السلاح فالسلاح أنواع تختلف العقوبة فيه، كون إن السلاح ده مشخشن أو غير مشخشن دي حاجات مش هندخل في تفاصيلها، إنما العقوبة بتاعتها بتكون يا إما السجن أو السجن المشدد على حسب نوع السلاح. وممكن أصلا يكون السلاح ده تالف ويطلع منها. فشاكر هيطلع غالبا خلال الفترة اللي جاية بكفالة غالبا.